من شخصيات قيادية قد تصلح أن هي تقود مصر في الفترة الحالية؟ شوف، انا اولا انا بقول للناس، وانا لفيت لفه كبيره شفت الافات ونصحتهم. انا ما بنصحش، انا بدي نصيحه: سيبوا العلماء، ما تخليش العالم يبقى سياسي، لان العالم ربنا اداله علم عشان يجيه لنا. لو حطيته سياسي وانشغل في السياسه العالميه والداخليه والمشاكل، مش هيكون عنده وقت عشان يطلع علم. فخليه ده في حلم، عشان هم العلماء اللي بيكبروا اللي عارف الامم، فخليه ده في حلم. السياسيين موجودين ومتدربين عليها وعارفينها كويس قوي. ادي اول حاجه. لما تيجي تختار حد، اوعك تختار حد عشان بتحبه، تديله نمره 5% عشان بتحبه. عنده كاريزما، اديله كمان 5%، لكن زي ما يكون عنده اجنده واضحه، يكون عنده برنامج واضح له مقياس نعرف نقيسه، يرد على حاجات محدده. هتعمل ايه في الشباب؟ هتعمل ايه في العشوائيات؟ هتعمل ايه في نسب الطلاق؟ هتعمل ايه في الشغل؟ هتعمل ايه في توسيع مصر؟ احنا عايشين في 7% او اقل، ما تيجي نوسع 3 كمان ونخش على الصحراء. هتعمل ايه في عدم التوازن بالنسبه للدخل؟ هتعمل لنا